الجلال واسكبي في القلب نورا وعلق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان جل من سواه شهر متراذن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان غردي يا روح ألحان الجلال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم حبيباتي بالخبز، يجي بزاف هايل ويجي قطني وخفيف ما شاء الله، نرافقوا به الأشربة ديالنا وعلاش لا. تابعوا معايا الوصفة وطريقة التحضير. واش عندي هنايا؟ عندي 4 كيسان فرينة ولا 4 كيلات فرينة، أنا كيلت بالكاس، وعندي كاس حليب دافي، وعندي بياض حبة بيض، عندي 2 مغارف كبار خميرة الخبز، وعندي مغرف سكر كبيرة، وعندي الملح أكيد، وعندي فنجال زيت، فنجال هداك الصغير ولا كتشوفوا فيه الزيت. دوك هنا أول حاجة راح نكيل 4 كيسان تاعي تاع الفرينة كيما كتشوفوا هنا. درت 4 كيسان ماشي بومبي كيما كتشوفوهم غا. هذه هي كاس زوج ثالث، ودوك نروح للكاس الرابع. والله يجي هايل، يعني يجي ما شاء الله، نرافقوا به الشريبه ديالنا. هنا راني درت هذوك 4 كيسان فرينه. هنايا حنزيد ندير معاهم 2 مغارف كبار خميره الخبز، وزدت فوقهم السكر، مغرف تاع السكر. هنايا هنا خلطي هكاك خفيف يعني، وديري شويه تاع الملح. هنا الملح ايفيتي ما تحطيش فوق الخميره مباشره باش ما يقتلهالناش، هذه يعني راكم على بالكم نورمالمون. واش ندير هنايا؟ ندير هذيك البياض، بياض حبه بيض. كما كتشوفوا هنا مكونات سهله يعني ومتواجده في كل بيت، يعني ما في حتى مكون ما كاش ولا، يعني ساهل فيت فيت تمتم ديريه وتوجديه والنتيجه ما شاء الله. زدت عليه فوق داك البياض بيضه، زدت عليه هذاك الفنجال تاع الزيت، ودوكا راني نطم بكاس حليب دافي. انت الاول الكاس اللي كاين به الفرينه كملي كيلي به الحليب. انا درت هذاك الكاس تاع الحليب كامل، ودوك واش نزيد ندير؟ نزيد نعمر هذاك الكاس اللي عمرت به الحليب، نزيد نعمرو ماء، ولكن نبدا نضيف غير بالعقل، باسكو هنايا علاش مش حيدخلنا كاس كامل تاع الماء، حيدخلنا اقل. هنا تخلي نورمالمون نص كاس ماء، يتسمى كاس حليب دافي مع نص كاس تقريبا ماء، وانتي على حساب الكاس اللي كيلتي بيه وعلى حساب حبيبه البيض وعلى حساب، فهمتوني. وهنا نبدا نخدم فيها فوق سطح العمل. وهنايا نواسي يدي ندهن يدي بشويه زيت، ودهنتها كامل من الفوق في الزيت، عجنتها حوالي 5 دقائق ولا ميم با، يعني ما تحتاجش عجن كبير ولا. وغطيتها وخليتها تخمر هنايا حتى تخمرت وشتها، يعني خففت لي وضاعفت الحجم ديالها. نجيبها نحطها هنا فوق سطح العمل، ندهنها كامله من الفوق بالزيت، ونبدا نشكل الكويرات ديالي. هنايا اني درت قسمتها على 6 خبيزات. انا 6 خبيزات، دوك تشوفوا الشكل تاعهم كيفاه يجوا، يعني متوسطين. هذه هي. هنا شوفي كي تقطعيهم ديري هاد الحركه باش يجوك الخبيزات ديالك يجوا مدورين، ويجوا كي يطيبوا شابين، يعني ما يطيبوش معوجين ولا، فهمتوني. هذيك الحركه راهي ضروريه. هكذا ونبدا نرشط سطح العمل ديالي بالفانيله بيان سور، ونبدا نحل. شوفوا هنايا ما تخلوهمش هكاك خشان ولا، يعني حاولي ترقي قد ما تقدري، ولكن ماشي بزاف، اتونسيون هكا حوالي 1 سنتيم ولا 1.5 ولا حتى ل2 معليش، ونحطوهم في سنيوه مرشوشه بالفرينه ونخلوهم بجيه. انا حنزيد نديرلكم حبيبه باش تشوفوا فقط. وهنايا ني جيت هنا للشكل ديالي الثاني اللي هو شكل طويل. واش نحلها؟ جينا نحلها بالطول، نديها هكاك بالطول ونحطها نكمل كيما هنايا قلت لكم. خرجت لي درت هنايا 3 طوال و3 مدورين، تما خرجت لي كلش 6 خبيزات. وهنا نجيب هذاك الصفر بيضه اللي كنا خليناه من قبيل، ندير له هنا ما درتلوش القهوه، انا ما ندير لا دورير
عفوا ندير فيها مغرفة تاع القهوة. هنا درت مغرفة حليب فوقها وخلّيت وراني ندهن فيهم. هنايا دهنوهم، كاين واحد الملاحظة، دهنوهم قبل ما يخمروا. علاش؟ باسكو إلا خمروا ودهناهم من الفوق راح نقتل الخميرة هاذيك، الخمور اللي خمرت لي راح نقتلها، صديق حتهبط لي. alors il vaut mieux ندهنوهم كاملة من الفوق ونزينوهم باش حنزينوهم ومن بعد نحطوهم يخمروا. كيما هنايا أنا اخترت هذا التزيين، درت حبيبة زيتون وشوية جلجلان وشوية سانوج يعني، وانتي اختياري، تحبي ديري زيتون اخضر تاني تقدري ديري زيتون اخضر مقطع دي نوايوتي ولا، المهم التزيين يبقى ليك حبيبتي. هذه هي. هنا دوك راح نديهم يخمروا. انا حطيتهم في بلاصه تكون دافيه شويه، هنا لازم يخمروا اتونسيون. تخلوهم حوالي 10 دقائق حتى لربع ساعة، سا ديبون الحال اللي كنا فيه وسا ديبون الوقت اللي كنا فيه، يعني كنا في البرد ولا في السخانة. المهم انتي خليهم حتى تشوفيهم ام يبانوا ديجا. كيما هنايا شوفي راه ضعف الحجم ديالهم، كي ضعف هكا الحجم ديالهم ندخلوهم للكوشه يطيبوا على نار متوسطه. ديريهم في الكرياج في الوسط على نار متوسطه، كي تشوفيهم طابوا وحماروا من التحت شعلي لهم من الفوق يحمروا تاني غير شويه، وهاوليك الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا. ان شاء الله كانوا عجبوكم، واتمنى انكم تجربوهم وتخلوا لي رايكم في التعليقات حبيباتي. انا سبق لي ديجا كنت درته لكم من قبل هذا الخبز، نهار اللي درت لكم ديك الشطيحه تاع الفلفل تاني جا ما شاء الله. واليوم حبيت نعاودو هكا في فيديو مفصل وحده. هذه هي النتيجه تاعنا اليوم. شوفوا الداخل قطني ما شاء الله. هذا واش كان عندنا حبيباتي لنهار اليوم عفوا. اتهلا في روحتكم وفي صحتكم وصحة فطوركم حبيباتي، والى فيديو قادم باذن الله. سلام.